تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الدوني الخطير ده. هنعمله أكبر كمية دوني بطريقة سهلة جدا ومكون واحد بس، هو العلبة السحرية الصغننة ديت. العلبة ديت من دكتور كلين. هنعملها مع بعض على 8 لتر مية. شوفوا بقى العلبة الصغيرة دي ب30 جنيه، هنعمل منها 8 لتر دوني. تحفة، وريحته حلوة جدا جدا. هتعطري بيه الشقة، هتعطري بيه الحمامات، هتستخدميه في الغسيل، في كل حاجة. انا هو بنزله اهوت. انا حطيت بس هنا 7 لتر، وخليت التامن في الكوبايه المعياريه الكبيره دي بتاعتي، علشان ادوب شويه. وبعدين هاخد منهم كمان ادوب من اللي جوه الازازه، لان هو عامل زي الجل لازج جدا. وكل ما هيتحط بقى ويتقلب على الميه هيبدا يتقل يتقل بجد بقى. ريحته خطيره، بمجرد ما فتحت العلبه ريحه حلوه جدا جدا، هتقلب ريحه الشقه عندك. انا بصراحة بحب استخدمه مش بس في الغسيل، لا انا بعطر بيه الحمامات، عاملة بخاخة كده فيها منه دوني وفيها مية، بس خفيف، المية خفيفة يعني. وبرش بيه على الستاير، على المفروشات، بيخلي الريحة في منتهى الجمال. تلميع كده الارض بعد ما تخلصي مسح خالص. حاجة بقى بجد موفرة جدا. انت متخيلة لما تعملي 8 كيلو دوني او 10 كيلو ب30 جنيه بس؟ الدوني الاصلي الجميل ده اللي ريحته تجنن. فبجد احنا لازم نعمل الحاجات الموفرة دي، خصوصا في الظروف اللي البلد كلها فيها، وان الحاجة بقت غالية جدا جدا. فلازم كلنا نفكر في حاجات تانية نوفر منها. فبصراحة بقى المنظفات دي أهم حاجة، وهي بتستهلك مبالغ كبيرة مننا عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. شايفين أنا كل ده بحاول بس أفضي العلبة، هي لازقة وتقيلة. فكل شوية بحط فيها حبة مية واستنى عليها شوية تطرى، وبعدين أنزلها تاني في قلب الحلة اللي أنا شغالة فيها. وهفضل بقى أقلب كده، هي بياخد شوية تقليب يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، بس النتيجة مرضية جدا جدا. هنفضل بقى اقلب بالطريقه ديت زي ما انتوا شايفين. هي كل شويه بيدوب من تحت معانا، بجيب من تحت لفوق علشان هي بتكلكع شويه، بتبقى عامله زي الجيلي. وبعد كده لازم تدوبيها. وبعدين بقى في الاخر هحط بقيه كميه الميه. بس انا للامانه لما عملته 8 لتر حسيت انه تقيل قوي، فانا زودت كمان 2 لتر. يعني انا عملت 10 لتر بال30 جنيه، او من الازازه دي ب30 جنيه. وبصراحه بقى مش قادره اقول لكم على جماله وريحته، ولازم كلكم تجربوه. هسيب لكم لينك المكان اللي انا بتعامل معاه دوت في الكومنتات. شايفين اللون؟ هنعمله بقى كده ونسيبه ساعتين ونص يتقل شويه كده بقى. بعد ما تقل اهو، اهو بقى جميل ازاي. غطيه طبعا، وسيبيه في المكان في المطبخ بتاعك لحد ما تخلصي، وبعدين لميه.